الفيديو المنتظر دلوقتي احنا عندنا مشكله مع عمو نانو بنانا ده، ان احنا عايزين نعمل اديتنج بصور افراح وهو جه عشان يكتسح علينا السوق. فيديو جديد وهنتكلم فيه عن نانو بنانا برو الجديد ان شاء الله. الفيديو ده هنعرف مع بعض ايه اللي حصل في 2026، ايه اللي اتغير في مجال الايديتنج، ازاي بدات استخدم نانو بنانا برو في ان انا اطور من شكل الايديتنج بتاعي. فيلا بينا نبدا من غير مقدمات كتير. اول تريكايه والذ تريكايه بدات اعملها بنانو بنانا برو، بص بقى، دي صوره معانا اهو بالشكل ده. هخش على جنريتيف اي اي اللي هو التول بار ده، وهختار نانو بنانا برو وهكتب له برومبت بالعربي. يعني عادي جدا ان انا اكتب برومبت بالعربي اهو. هقول له حول الصوره دي لتصوير نهاري مع جوده شمس بنفس الزاويه ونفس ملامح الاشخاص بجوده 8K. بص انا بكتب بالعربي عادي جدا، مش لازم تكتب بالانجليزي اصلا. ودوس جنريت. بعد ما تدوس جنريت هيبدا يحمل معاك، وهدبره كدبره اتفرج بقى يا معلم على الجوده والكواليتي والشادوهات والشمس اللي حطها. هو اللوكيشن، بص هو اللوكيشن، غير اللوكيشن خلاه في وضع نهاري بنفس الزاويه بنفس كل حاجه، وظبط الشادوهات وظبط اكن الشمس طبيعيه. حتى اللوكيشن اللي ورا، يعني بص كده، حتى اللوكيشن اللي ورا اللي كان متصور باضاءه خلاه وضع نهاري، الشادوهات مرسومه بجد بجد روعه. بس كان عندنا مشكله صغيره كده، ان نانو بنانا برو بيطلع الجوده مش احسن حاجه. وللاسف لما سرشت على الموضوع، نانو بنانا برو اللي جوه الفوتوشوب بيطلع الجوده مش اجمد حاجه. نحل بقى ده ازاي؟ هخش على الموقع ده، هسيب لك اللينك بتاعه في الديسكريبشن تحت. دخلت رفعت له الصوره وقلت له في البرومت كده قم بتحسين جوده الصوره لاعلى كواليتي، وفعلا حسن لي جوده الصوره وعملت لها داونلود ودخلتها على الفوتوشوب. بدات بقى ايه يعني، بصوا كده الفرق ما بين الجوده دي والجوده اللي طلعها لي نانو بنانا على الفوتوشوب. لا في فعلا فرق في الجوده، فعلا حسن لي الجوده بتاعت الصوره. هيجي حد يقول لي يا اتش ايه اللفه دي كلها؟ واحده واحده. انت دلوقتي معاك سيشن عايز تنقذه، يعني معاك كلاينت عايز تفرحه، يستاهل ان هو يفرح. كلاينت عايز تعمل له حاجه مختلفه ما كانش متوقعها. عروسه فعلا كان نفسها تتصور في عز الشمس وفعلا ما لحقتش الشمس غصب عنها، فلما تتعب لها في صورتين ثلاثه كده بجد هيفرق معاك جدا، وهتديك فيدباك تشغلك ولا اجدعها سبونسر. فاللفه دي تستاهل. انا ما بقولكش اعمل كده على ال 100 صوره بتوعك، لا، لو عملت لها كده، لو عملت الكلاينت بتاعك كده على 10 صور مختلفين بجد كل صوره هتاخد منك 10 دقائق شغل مش اكتر من كده. وانا كمان هزود على الجوده دي، هعمل يعني هروح على الصوره دي وهفتح اي شارب من قائمه فلتر، وهبدا اديها شاربن زياده. كل ده بيفرق معايا في الكواليتي بتاع الصوره. بعد كده اروح جاي رايح فلتر كاميرا رو فلتر، وهديها جرين وهديها شاربن بالشكل ده كده. افكت هدي جرين وازود تكتشر، وهروح كمان على الشاربن وازود شارب. كل ده هيفرق معايا جدا في تحسين كواليتي الصوره بعد ما خلصت البرومت من نانو بنانا برو. بص الفرق، لا في فرق شاسع بعد ما حسنت الجوده، والصوره بجد يا جماعه اتحولت من صبح الليل. بجد الحوار ده حلو قوي قوي. في مصورين كتير انا متاكد ان التركايه دي هتفرق معاهم قوي. ودي كده كانت اول تركايه بنانو بنانا برو. نروح بقى على التركايه رقم 2. دي صوره معانا متصوره في لوكيشن. معظم الفوتوغرافرز دلوقتي في مصر بيصوروا جوه اللوكيشنات. اللوكيشنات دي هو مغصوب على شكل المبنى، مغصوب على اللمض اللي موجوده اللي شكلها مش حلو، مغصوب على الاضاءه اللي مش كويسه. فنانو بنانا برو قال لك يا باشا ولا تتعب نفسك، صور في لوكيشن ايا كان اللوكيشن، وتعالى انا وانت نغير شكل المبنى، نحسن من جوده اللوكيشن ونلعب براحتنا، ولا حد يقطع ان احنا نغير اي حاجه اصلا. بجد التركايه دي هتفرق كتير قوي مع المصورين اللي بيصوروا جوه لوكيشن. فتعالوا نشوف بقى هنعمل ده ازاي. بص كده، في تركايه مهمه عايز اقول لك عليها. في الصوره دي انا دخلت كتبت برومت طويل قوي وقلت له عايز احسن الجوده وعايز اغير المبنى وعايز مش عارف ايه. بص شكل البرومت اهو طويل جدا جدا جدا، وانا قاصد اعمل كده عشان عايز اوريك حاجه. لما بنكتب لنانو بنانا برومت طويل جدا بيخرف مش بيعمل اي حاجه. فواحده واحده لما تكون عايز تحسن كذا حاجه في الصوره، واحده واحده عليه. فبصوا كده النتيجه طلعت سيئه جدا. انا همسح بقى البرومت ده وهكتب له برومت قصير في الحاجه اللي انا عايز اغيرها، واروح تاني اكتب له في البرومت قم
هكتب له بقى برومت تاني بقى اسهل واخف اهو، هكتب له قم بتغيير شكل الخلفيه واضافه مبنى احترافي وشجر. بص صغير اهو، دوس انتر. بص كده، بص بالله عليك، بص الشكل، بص المنظر، بص الشجر، يعني بنفس الاضاءه الليليه، بنفس الكواليتي، بنفس كل حاجه. ولكن الناس نفسهم، هو دايما نانو برو بيعمل كده، بيغير الخلفيه مع الناس وبيجيب ناس جوده اقل. نعمل ايه بقى؟ عشان احنا جوه الفوتوشوب عندنا لايرز، هنروح بقى على الماسكات، ونروح على الماسك اللي هو ضاف فيه الخلفيه الجديده، وطبعا الماسك هو بينزل بلاير ابيض كده، فانت هتجيب الفرشه وتجيب الفرشه لون اسود وتروح على الناس وتبدا تمسح، فترجع كواليتي الناس الاصليين مع المبنى او الخلفيه اللي اتغيرت. وطبعا هيظهر عندك شويه عيوب في الاستوريكات هنا، كل ده تقدر انت تعمل لاير فاضي، تجيب الريموف تول ولم يا باشا كل الاستوريكات دي وتطلع صوره ما فيهاش غلطه. بجد انا شايف الحوار ده جامد جدا جدا، تقدر تغير في شكل المبنى، في شكل عواميد، في شكل شجر، في كل السيشن، ومش هتاخد وقت ومش هتاخد مجهود، والحوار بيطلع طبيعي جدا. هيفرق قوي مع كل المصورين اللي هم زهقوا من اللوكيشن، الكلاينت زهق من اللوكيشن، وانت حابب تقدم على البروفايل عندك شكل مختلف، والناس تبقاش عارفه ايه ده حصل ازاي. الموضوع طبيعي جدا. فدي التركايه كانت رقم 2، وان شاء الله هتفرق معاكم. يلا بينا بقى نروح للتركايه رقم 3، واللي هتفرق مع مصورين العرب والسعوديين والامارات بالذات، لان هم شغلهم كله جوه القاعات. تعالى بقى اقول لك ازاي نانو بنانا برو هيلعب معانا. دي صوره معانا اهي، هكتب له بقى برومت، هقول له عايزك تعمل لي الوان احترافيه اورنج تيل على الصوره، وعمل اضاءه احترافيه وعزل الاشخاص، وعمل بلور مع ريتاتش احترافي للبشره. طبعا هو مش هيعمل كده، بس انا بقول يعني يمكن يعمل. وقوم بوضع قوم بوضع اضاءات فلاش في الباك جراوند لجعل الصوره سينمائيه، وادوس انتر. شوف بقى هيعمل ايه كده بعد التحميل. بص طلع صوره بالشكل ده. بص بقى احنا واحده واحده، بستخدم الاي اي عشان يديني لوك، وابدا انا بقى عشان انا راجل ريتاتشر امسك اللايرز دي وابدا احسن حاجات، اشيل حاجات، ابدل حاجات، وده اللي انا هعمله في الصوره دلوقتي. فطبعا العك اللي هو عمله في الناس ده انا همسحه كله، وهسيب الفلاشات اللي هو عملها لي والمود اللي هو عمله والبلورنج اللي عمله في الخلفيه عامله بشكل حلو قوي. طبعا طول ما انا معايا ماسكات بقدر ان انا العب براحتي. فهعمل كده، ارجع الناس الاصليين بالشكل ده، بعد كده وارجع النجفه نفس الكلام، بعد كده هعمل بقى ايه ميرج. بص عمل مود حلو قوي. هعمل بقى ميرج للصوره، كوماند شيفت اي. هشيل بقى الناس بيشيلوا بجنريتيف فيل مش بنانو بنانا برو، هتسلكت عليهم وتقول له هيلينج اور ريموف، هو هيشيلهم بتكه زرار. وهرجع بقى الجزء ده اللي اللون ما ظهرش فيه بالشكل ده. بعد كده هعلم على الطرحه، لما تيجي تتعلم على الطرحه سلكت على الطرحه، هنشتغل برده بجنريتيف فيل اللي هو الفاير فلاي بتاع الفوتوشوب الاساسي، ومن غير ما تكتب له حاجه هو هيصلح لك. بصوا بقى دي نقطه مهمه، لما يكون شغال على ايدج صغير جوه الصوره استخدم الجينيريتيف فيل. طب عايز تغير تكوين او حاجه كبيره في الصوره اشتغل بنانو بنانا برو. نانو بنانا برو ما بيشتغلش على السيمبل ايدج او الحاجات الصغيره. فانا من غير ما ادوس ما اكتب اي حاجه هو هيظبط لي الطرحه دي، ان الطرحه شكلها مش حلو وفيها لون. فهبدا اختار انسب شكل، بعد كده همسح واظبط من الماسك وارجع اعمل جنريتيف فيل تاني عشان اظبط الحته الصغيره دي كله. بصوا امسح واظبط اي، امسح واظبط اي. وبكده ابقى خلصت المود بتاع الصوره، شكلها حلو قوي. هبدا بقى اجيب الريموف تول والم الحاجات اللي هي الرفيعه اللي باينه في الطرحه دي عشان اظبط الصوره بتاعتي بالشكل ده كده. بعد كده هعمل لوك اخدم بيه المود بتاعي اللي هو الاورنج تيل، فهستخدم الكلر لوك اب واجيب الايدج امبر واعملها سكرين بحيث ان هو يحط لي لون اورنج في الهايلايت. بعد كده هجي رايح على وهعلي الاوبستي بتاعه، وهجي رايح على الكلر لوك اب تاني واختار هولر بلو واعمله في الداركن بحيث ان هو يحط لي لون في الشادوهات، واحطهم في جروب بحيث ان هو ايه يخدم لي المود الاورنج تي اللي انا عايز اعمله او الكلر جريدنج اللي انا عايز اعمله. بعد كده هعمل ميرج وابدا اشربن الصوره، برضه هديها جرين وتكتشر من الكاميرا رو وهديها شاربن اكتر، وجاي رايح على اذر هاي باس 2.5 لينر لايت بالشكل ده، واعمل ماسك وابدا امشي على الناس والبشره بحيث ان انا اشربنهم عشان هم اصلا كانوا فيهم سنه فلو بالشكل ده كده. وكده شوف بقى الصوره بيفور افتر، بجد فرقت معايا طبعا فرقت. ففكره ان نانو بنانا برو ما هو الا داخل جوه خطواتي، يعني هو مش بيصنع لي صوره. الناس اللي هم بيستخدموا نانو بنانا
على المواقع، على جيميناي، على كذا، دول بيصنعوا صوره، بيخلقوا الصوره من اول وجديد. انما انا هنا في الفيديو ده انا بتكلم على ان انا عايز احط نانو بنانا برو جوه خطواتي، بحيث ان هو يديني لوك انا ما كنتش متوقع ان انا اجيبه، يديني لوك هو زق معايا في حاجه مهمه قوي. فنانو بنانا برو انا بقيت بستخدمه في حاجات كتير قوي، مثلا جوه اللوكيشن. حتى انا في اللوكيشن اللي انا بصور فيه ده انا ممكن اسلكت على الباب ده واغير الباب ده كله واظبطه وهندله وارجع احطهم جوه المونتاج بعد ما اخد سكرين شوت للصوره بتاعتي واحطها في الفيديو وهكذا. فنانو بنانا برو بقى جوه اللايرز بتاعتي، بقى جزء لا يتجزأ من شغلي في الايديتنج، ان انا بقدر ان انا احل مشاكل كتير قوي ما كنتش قادر ان انا احلها مانوال، ولو حليتها مانوال بتاخد مني وقت كتير قوي. فكره ان انا احط فلاشين كده بالشكل ده، كنت ممكن بقى اجيب فلاش فلير PNG وابدا احطه وادور عليه هاي كواليتي ومش عارف ايه واعمله سكرين، كانت قصه حزينه. فهو عملها لي بتك الزرار، والحاجات اللي باظت انا بقدر المها بالماسك. طبعا الحوار طويل شرحه، يعني الحوار يطول شرحه، في افكار كتير قوي ممكن نتناولها ان شاء الله. نبقى نعمل فيديو تاني عن انا ازاي بستخدم نانو بنانا برو، مش في الويدنج بس، في الفاشون، في الانتيريور، في حاجات كتير قوي. فان شاء الله لو حمستوني كتبتوا لي كومنتات انتوا محتاجين اعمل لكم فيديو عن نانو بنانا برو بيعمل ايه في الفوتوشوب لانهي تخصص بالظبط، انا معاكم وهعمل لكم ان شاء الله الفيديو. وانتظروني الاثنين الجاي في فيديو جديد، كل يوم اثنين في حلقه مع هشام اتش خاصه بالفوتو اديتنج، برامج ادوبي والفوتوشوب واللايت روم. ده تخصصنا، احنا مش هنطلع بره، القناه مش هتطلع بره المحتوى ده محتوانا بس. والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خلي بالك انت ما ساعدتنيش في اي حاجه، يعني انت بس بتتفرج عليا. انت شايف كده؟ طب روح بقى، روح بجد، خلصنا روح.